السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد أكبر وفاضل. خلونا نبلش. بما أن احنا الحين في أجواء رمضان الجميلة، الله يتقبل صيامكم وأعمالكم إن شاء الله. رمضان شهر الذكريات، هين بعد العوائل تجتمع ويتذكرون شنو كانوا يسوون في رمضان. راح أتكلم عن شغلات رمضان تقريبا انقرضت وما قمنا نشوف نفسها هالأيام. أول شغلة دليل التلفزيون. ايه، رمضان قبل مو نفس الحين. عبالك الكل عنده ايباد وشاهد ونتفلكس وكل واحد عنده تلفزيون بغرفته. لا يا حبيبي، تلفزيون واحد بالصالة والكل بيطالع عليه. شلون الحين؟ منو نحدد شنو يطالع؟ كان الجرايد على حسب كل جريدة تنزل قنوات، وكل قناة وشنو راح تنقل. غير التلفزيون الواحد اللي بالصالة، خلك من القنوات الأرضية 5 قنوات وأريل يفتر يصيد لك إياها. يعني نقول لا، المسلسلات بدأت تنتشر. والستلايت كان 15 قناة أول ما نزل، أول ستلايت ديجيتال. والله أتذكر 12 قناة و15 قناة بس. بعد سنة وراها نزل ستلايت 30 قناة. ماكو نفس الحين 7000 قناة وما حد يدري عنهم. فتشتري الجريدة حاطت لك القنوات وشنو راح تنقل مسلسلات. أو كانت تنزل مجلة دليل تلفزيون رمضاني، مرات تجي مع الجريدة بعد. تقعد تفتح انت وتجتمعون العائلة قبل يوم يومين من رمضان. يلا الساعة 10 هالمسلسل، موافقين؟ يرفعون يدهم. ايه تصويت اخوي، ما كل واحد على كيفه. الساعة 11 هالمسلسل، موافقين؟ لازم في اخت واخو يتناجرون تجيك الاخت. الساعة 4 بطالع هالمسلسل، يجيك الاخو المليق. الساعة 4 بطالع انا هالمسلسل، شلون؟ لا انا بطالع هذا. فانا قاعد ندور واحد من المسلسلين في قناة ثانية يحطونه مثلا الساعة 8 قبل 10 انت نايم. في عادة حق مسلسل، او قناة ثانية تنقله الساعة 5 6. خلاص ما نعطيك هذا الساعة 4 وانا طالع على القناة الثانية. خلاص صوتنا كلنا وافقنا عشان لا تصير مشاكل من اول شيء. عاد المسلسل حلو، مسلسل مو حلو بايخ، 6 مو عاجبينهم 4 عاجبينهم يكملون عشان الأربع. صوتنا قبل رمضان اخوي، لا قاعد تأذيني. ثاني شغلة معانا هي حركات، انت صايم ولا مو صايم؟ الله ما تدرون. كان عندنا اساطير في السالفة، اساطير ما ادري مخنا شنو كنا نصدق هالسوالف. احنا اوكي كنا صغار، بس يا اخي ما انا قايل الكلمة انا، فهمتوني انتم. وشغلات منتشرة والكل يسويها. طلع لسانك، اذا ابيض انت صايم، اذا وردي انت مو صايم وشارب ماي. اعترف، تهاوشون مع بعض والله. وواحد يقول حق الثاني طلع لسانك بالمدرسة طبعا، طلع لسانك، شوف لسانه وردي هذا شارب ماي مو صايم. ويزعل اصبعي ويروح حق المدرس، هذا قال عني انا فاطر وانا صايم استاذ. ومليق هذا الدعله يبكي بعد، وهذول ما يتحرشون الا بالدعله. ايش نسوي لهم احنا بعد؟ يروح يبكي ويا استاذ منو قال عنه فاطر؟ منو قال لكم ان اللسان ابيض وهو صايم؟ ما ادري شنو. خلصنا من لسانك، مد ايدك، سو هذه. اذا ما ردت انت صايم، واذا ردت انت اصبعي شكو، اصبعي شكو في معدتي، صايم ولا مو صايم؟ شلون ما ادري. وتمشي تشوف الكل انا صايم، شوف صايم، شوف ما ردت، صايم ولا مو صايم؟ تكفى بسرعه شنو، روح النقطه اللي وراها لان ما ابي اغلط. انا صايم، لساني ابيض، صايم ولا مو صايم؟ صايم، هنشوفها ترد. لا صايم. ثالث شغله معنا هو الاسطوره الحيه، الصحن الملفوف بالقصدير. هذا معجزه، ما تدرون قبل شو يصير. اول اسبوع من رمضان لكن ما ودع حق خالتك بيت الفلان، مو سادس بيت، سابع بيت، لان هي متهاوشه مع سادس بيت. سابع بيت وتمشي بالصحن وتروح تطيق الجرس وتعطيهم. والصحن هذا طبعا هي لان يا لها 4 5، طبعا كلهم هريس والجيمات، فيها ماكو شيء ثاني. فهي عندها 5 الجيمات الحين، شو تسوي فيهم؟ فتعطي ولدها خلود روح وده البيت الفلاني نفسه، ويفتر الصحن ويروح مني. طبعا احنا كنا لما يقولون لنا ودي الصحن، ماني مودي الصحن. وقبل الفطور بنص ساعة، تبي ترتاح انت، طلعت من لعب كرة تبي ترتاح، ويلا وده
حق الكرة فالح صح ما تبي تودي ها، ودى حق خالتكم علي وتروح انت تمشي بالفريج تشوف ربعك كلهم قاعد يوزعون، كل واحد ماشي بخط قاعد يوزع. تشوف 17 واحد قاعد يوزع ويفترها الصحن من بيت لبيت نفسه. وديت حق ام علي، ام علي تودي حق ام خالد، ام خالد تودي حق ام عزيز، ام عزيز ما ادري شو. يوم 30 رمضان عشان لا احد يتوهق، سبحان الله كل صحن يرد حق بيتهم. هذه هني المعجزه، كل صحن يرد حق بيتهم بالضبط. وانت لو تشوفهم كلهم نفس الشيء، شلون عرفوا ان هذا من هذا ما ادري. رابع شغله معانا هي وصلنا الحين نص رمضان خلاص، احنا الحين قاعد نتابع مسلسلاتنا. شفنا منو صايم منو مو صايم، الصحن المعجزه قاعد يفتر بالفريج. وصلنا نص رمضان تفطرنا القرقيعان. وين القرقيعان يا جماعه؟ والله قبل تطلع قرقيعان فريج فل ياهال قرقعون، حتى مو ياهال اصلا كنا نقرقع للثانويه. الحين 3 ايام ماكو، هم نفس جروبين الياهال يمرون علينا اول يوم، ثاني يوم يزيد واحد عليهم، ثالث يوم يرجع واحد من هذا وواحد من هذا. قبل والله ما نلحق الكيس اصلا. انت واخوك تنافسون، انا اوزع 5 مرات، بعدين 5 مرات الجرس الجاي انت تطلع، انا تعبت شو قاعد طالع شوي. ولا يون حزت اللقطه المهمه في مسلسلك اللي انت قاعد طالعه. ايه ما تدري ايش راح يصير انت، لان انت دين دين عندكم قرقعان، اي ما عندنا محمد وضحك على القرقعان. وانت قاعد طالع المسلسل الحين تشوف محمد منصور بيطق ولده طراق ولا شيء وانت متحمس، يلا قرقعان يلا ناطر اللقطه تخلص، تنطرها على ما تخلص انت واقف طبعا قدام التلفزيون، طقه طراقه الحين. وهذا بتشوفه بيتشا رد عليه ولا ما رد عليه. على ما خلصت اللقطه رحت خذيت كيس الحلاوه تبي تطلع، ولا تسمع انت الياهال قاعد يوخرون ويس في بيتهم ليش نطروا لي دقيقتين الحين الاطراق شلون يعني؟ انت ولا الاطراق؟ انطر دقيقتين ليش ويس ببيتنا ليش؟ بيتنا ما في جعاميس، ليش تقول لي ويس في بيتنا جعاميس؟ هذا فيديونا حق اليوم، ان شاء الله استمتعتوا فيه. اكتبوا لي في الكومنتات شنو في شغله كانت موجوده وكنتوا عايشينها والحين انقرضت. الله يعطيكم العافيه، مع السلامه.